الباكيكا. لا يستطيع أحد فصل شنغال عن العراق. يواصل حزب العمال الكردستاني باكيكا خلق الفتن وتأجيج الخلافات بين مكونات اليزيديين من أجل تحقيق مصالحه وأهدافه. فبعد محاولات الشعب اليزيدي والمؤسسات الدينية لليزيديين والحكومة العراقية والأطراف الدولية تنفيذ اتفاقية شنغال التاريخية، صعدت الباكيكا من موقفها المعادي والهدام في شنغال، فقامت مجاميع المرتزقة المنتفعين اقتصاديا وعسكريا والمتجمعين حول الباكيكا بإطلاق تصريحات موسية بحق أمير اليزيديين في كردستان والعالم مير تحسين بك، فقالوا لا يستطيع أحد فصلنا عن العراق، ففي شنغال توجد هناك شبكة مصالح اقتصادية للباكيكا. تضم هذه الشبكة هيئة أسستها الباكيكا باسم هيئة عشائر شنغال. تنتفع هذه الشبكة من تجارة المخدرات والسلاح التي تجريها الباكيكا على حدود روجافا كردستان، تحاول جاهدة أن تضغى حالة من الفوضى واللا استقرار على شنغال من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية. هذه الجهة المنتفعة والمأجورة والمتطفلة على الجسد اليزيدي تصدر تصريحات تجسد أجندة الباكيكا السياسية، وكان آخر التصريح الذي أدلى به الناطق باسم هذه الهيئة الباكيكية دخيل مراد، حيث صرح مراد ليعلم العالم أن شنغال تتحرك تحت العلم العراقي، وهي مرتبطة بالدولة العراقية منذ تأسيسها عام 23، وأنها تابعة إداريا للموصل، والموصل تابعة للحكومة المركزية، وأن هذا لن يتغير مرة أخرى وليس باستطاعة أحد تغييره. هذا هو موقفنا وهذا ما نريد قوله للشعب. تعرض الشعب اليزيدي عبر التاريخ إلى 73 فرمانا وحملة إبادية جماعية وحشية، تم الاستيلاء على أراضيهم، تم ترحيلهم وتهجيرهم، سبيت نساؤهم وأطفالهم في كل مرة. لكن رغم هذه الإبادات والمجازر لم ينقسم الشعب اليزيدي ولم يتمزق، لم تحدث خلافة داخلية، بل تجمعوا حول معبد لالش وتمسكوا بنصوصهم الدينية وحافظوا على وجودهم التاريخي لغاية الآن. فما لم يحصل اليزيديين خلال 73 فرمانا تحاول الباكيكا اليوم إضرارهم به عبر إشعال فتيل الفتن والتفرقة وتمزيق المجتمع اليزيدي. فالباكيكا تحاول القضاء على هذا المكون الكردي الأصيل عبر تقسيمه وفصله عن كردستان، فهذا المجتمع الكردي الأصيل حافظ على وجوده وبقائه من خلال المجلس الروحاني لليزيديين ولالش النوراني. لكن الباكيكا تحاول جاهدة اليوم إحداث فجوة عميقة بين المجلس الروحاني لليزيديين ولالش النوراني، تحاول تحقيق أجندتها السياسية من خلال تجزئة وتقسيم شعب اليزيدي وتأسيس جماعة مرتبطة بها، لتقوم من خلال هذه الجماعة المرتزقة والمأجورة من الترويج لتنظيماتها والتفرقة بين اليزيديين وتأليب بعضهم ضد البعض. فمما لا شك فيه أن أي انفصال لليزيديين عن معبد لالش النوراني سيشكل كارثة بحق اليزيديين لم تحدث لهم على مر هذه الفرمانات جميعا. فالأسس التي حافظ اليزيديون من خلالها على وجودهم تتجسد في هذه المقدسات والمعابد، لذا ينبغي الوقوف والتصدي لهذه الممارسات والخطط العدائية للباكيكا تجاه اليزيديين. فالباكيكا أكثر المنتفعين سياسيا واقتصاديا وعسكريا من الوضع المأساوي في شنغال، بحيث لا تقبل التخلي عنها أبدا، فهي تعتبر خسارتها لشنغال أكبر المخاطر التي تهددها، ولهذا تبذل كافة مجهوداتها لإشعال الفتن بين اليزيديين وتوسيع هوة الخلاف بينهم وتمزيق هذا المجتمع داخليا من أجل تحقيق مصالحها واستمرارية احتلالها ونهبها.